اسعد شراي. بلاتي خويا المغربي، انا مغربي، فما تحكمش من الديبار ولا تسبني لله في سبيل الله على وجه واحد اخر اللي هو ماشي تم بلادنا. فما ما تزربش هذا الفيديو هذا، سمعوا وديك الساعه منين يسالي الفيديو رياجي كيف ما بغيتي. انا ما غندخل فيك لا في الافكار ديالك لا في حتى شي حاجه، لكن غادي نقول شي حاجه من المنطلق ديالي ومن التجربه ديالي في الحياه وشنو كنشوف كواحد متتبع للشان المغربي من ا حتى لزد. كعنوان الفيديو انا درت ان اسعد شرعي لا يحب المغرب ولا يكره الجزائر، يعني بجوج بحال بحال، واحد الحاجه ما كتبغيهاش واحد الحاجه ما كتكرههاش. كيفاش؟ هو اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا. تبع الله يجازيك بخير، وما تكتبش كومونتير وانت مازال ما كملتيش الفيديو. كمل الفيديو الله يجعلك ما تسبني، ماشي مشكل. صافي مشينا. اسعد الشرعي كيفاش بدا؟ اسعد الشرعي في الاول كان كيهاجم الامارات، كيهضر على التطبيع وهذا، يعني كان متجه للمشرق، كان كيدافع على قطر وكيدافع على تركيا وحنا داكشي ماشي شغلنا. هذه البدايات ديالو. لكن في واحد الوقيته اللي غادي يربط بها التطبيع باش بالمغرب على اساس انه الملك ديالنا يعني هو صاحب الفكره ديال التطبيع وكذا وهذا، فمشات هذيك الفكره ديال التطبيع بالنسبه للمغرب. فهنا هو انصدم، هو انه لقى ردة الفعل ديال المغاربه ماشي ردة الفعل ديال الاماراتيين، فشاف ان المغاربه كيدافعوا على بلادهم وكيدافعوا على ملكهم وتيبغيو ملكهم. فهو هنا اش قال بلاتي هاد القضيه هادي خصني انا نستافد منها. اشنو غادي يدير هو اصلا؟ علاش داير هاد الفيلم هذا كامل؟ ديرو غير على السوشيال ميديا. هو راه ما عنده علاقه لا بمخابرات لا حتى شي حد، لا هذا لا والو، ما عنده حتى شي اتصالات في شي حاجه اللي هي مربكه ولا هذا. اصلا المغرب ما غاديش يقدر حتى شي واحد اللي غادي يجي ويدخل ليه وكذا من هنا ويتانفلترا يدخل دغيا ما مريكريتيه حتى شي واحد. دونك شنو غادي يدير هو باش يستافد هو من السوشيال ميديا؟ غادي يتجه للمغرب، غادي يدور الكانون ديالو الاتجاه ديال المغرب وبالضبط الشخص ديال الملك، وغادي يكون هذيك هي الدخله ديالو. منين دخل هو هاد الدخله هذه وشاف ردة الفعل اللي ما كايناش عند الاماراتيين كاين عند المغاربه، اشنو شاف؟ اشنو دار؟ قال راه تشوف غادي نتجه لهذا الشعب هذا وغادي نمشي له شويه بشويه. بقى كيميل للشعب شويه بشويه في الخرجات ديالو اللي كيسميها هي منصات ومساحات، لان هي كلمه ولات كتستعمل في السوشيال ميديا المغربيه عن طريق هذا السيد هذا. واخا اش قال؟ انا هضر وكتعجبني الهضره وكيعجبني نبان، خصني نستافد او ميم طون. هذاك الشيء اللي كنبغي انا ندير راه غادي نديرو تو سامبلومون. خرج بدا تيهضر، وخصوصا الناس ديال الامارات ما داها فيه حتى شي واحد. شويه شويه هو يتوغل في الشعب المغربي، صافي هو يستحوذ على واحد الفئه من الشعب المغربي. هذه الفئه هذه اللي هي تعاطفت معاه وشافته تغلغل دغيا. علاش؟ لانه هو عنده داك الاسلوب ديال الفرجه وعنده التسلسه في الكلام. كمشرقي المشرقيين عندهم السلاسه في الكلام وفي الخطاب، وهذا هو ذكي في تمرير الخطابات بالضحك وبالهزل، وهذا ماشي مشكله، ديك شخصيته الله يعاونه. كملوا حنايا اللي كيهمنا حنا هما المغاربه خوتنا. قال خصني نهبط للمغرب. فهاد الفكره ديال هبط للمغرب هي كيفاش جات؟ هو خصو يعطي النقيض ديالها. هو على اساس ان المغرب راه بلد في شكل وعندها مشاكل في شكل، ودونك هو ما عارفهاش، رغم ان السوشيال ميديا راه كتوري كلشي. يعني هو فكر هذاك التفكير ديال الجزائريين، يعني الجزائري الا جبتيه شنو غادي؟ لا المغرب ما فيش داكشي، رغم انه كيشوف لي فيديو في السوشيال ميديا ولا هذا، دخل الانترنت فيها كلشي. واخا شنو دار؟ بقى تيقول لك حكا راه خطر عليا، ما تخطر عليا نهبط قدام هنا. بقى كيروج لهاد القضيه هذه. علاش؟ انه كيوجد المرحله الاخرى. المرحله الاخرى هي شنو؟ هي ملي غادي يكون في المغرب. ملي غادي يكون في المغرب يعني خصو يعطي النقيض باش ما يكونش الملل عنده في المنصه ديالو اللي كيسميها هو. يعني ملي نهبط هو للمغرب ما هضر معاه لا امن لا حتى شي حاجه، اوتوماتيكمون هو غادي يعكسها على انها حريه. شنو حريه؟ المغرب فيه الحريه. انا هضرت على الملك ديالهم يعني على هرم الدوله، ولكن ما هضر معايا لا بوليس لا حتى شي حاجه وهذا. ومن قبل ما يدير هادشي اوتوماتيكمون غادي يهضر مع شي واحد اللي غادي يستضفوه. كاينين الناس اللي استضفوه ومنهم المنار السليمي، الدكتور منار السليمي. اشنو دار هو قبل ما يهبط؟ هضر مع منار السليمي. علاش هضر مع منار السليمي بالضبط؟ لان منار السليمي عنده منصه فيها متابعين بزاف،
يعني هو شنو دار؟ هو دار بحث وعرف بان المؤثر رقم واحد هو منار سليمي ومشالو. علاش؟ ماشي مشالو هو باش هو يستقبلو وكذا من هنا، لا، هو تيدلوح بعيد. هو كيهمو المشاهدين والمتابعين ديال منار سليمي حتى هو يستافد منه، وبقى تيهضر في المدن وكذا وهذا، ومشى للصحراء ودار من هنا ودار من هنا ولا نقز لمرحله اخرى. هو ولا كيمشي ويجي للمغرب، ولا مؤازر للقضيه المغربيه اللي حنايا في غنى عن شي واحد اللي غادي يأزر. راه هي مزيانه، ولكن الا جيتي ما ماشي مشكل، ولكن ماشي تجي ودير لنا البلباله ولا شي حاجه. ولكن الا بقيتي محترم فمرحبا بك انت تتكلم ولا هذا، ما غادي يهضر معاك حتى شي مغربي. فبدا كيدافع هو من جهته على القضيه المغربيه على اساس انه يستفز الطرف الاخر اللي هو الجزائر. فمن بعد اشنو وقع له؟ يعني داز هذه المرحله هذه، استنفد المخزون ديالو، ما عنده ما يقول هو في المنصه ديالو. حنا كنهضروا ديما وكندوروا عند المنصه ديالو. المنصه ديالو هي اللي مهمه بالنسبه ليه، وكما درنا في العنوان هو لا يحب المغرب ولا يكره الجزائر. هو تيبغي راسو وتيبغي المنفعه ديالو عن طريق ماذا؟ عن طريق المغاربه والجزائريين. فهو اشنو غادي يدير؟ هو دور الاتجاه ديالو عاوتاني مره اخرى للمؤثرين الاخرين اللي هما عندهم علاقه بهذه القضيه دي وكيتكلموا عليها في السوشيال ميديا، ولكن ما عندهمش متابعات كبيره. لكن رغم ذلك فهو لابد يركب على الهدف ديالو باش ياخذ كذلك حتى من هذوك المنصات اللي هي صغيره عند المؤثرين المغاربه، ياخذ منها رغم ان ما يقولونه مهم. حتى ولات المنصه ديالو خدات جميع المشاهدات المغربيه، ولا هو رقم واحد يعني كمنصه كتكلم في الشان المغربي كيمشيو لها المغاربه وبنجاح. فهنا شنو وقع له؟ ولا كيشوف انه يرضي المشاهد المغربي على حساب الجزائري. فهو هنا شنو بدا كيفكر عاوتاني شنو غادي يدير؟ خصو يرضي الجزائري. علاش؟ باش تولي عاوتاني المشاهدات ديال الجزائر حتى هي في تكافؤ مع المغرب. هو فيما كانت التكافؤ هو مرتاح. الا كانت جهه كذا مع جهه كذا من هنا ما خصو هو كلشي يجي عنده يشوف. فهنا شنو ولا كيدير؟ ولا ما بقاش مستقر على راي، ولا كذلك كيضرب عاوتاني في المغرب وكيضرب عاوتاني وكيشكك في المقتولات ديال المغرب. ومره يقول لك راه المغرب زوين، ومره يقول لك الجزائر راه والله لا الله يعمر هذا راه كنموت عليكم. شي شويه يقول لكم كذا باش كتبقى هذيك القضيه ديما هو مستحوذ عليها ومستحوذ على المشاهدين ديالها. حتى ولا الشعب الجزائري حتى هو ولات عنده الكفه ديالو متوازيه مع المشاهدات المغربيه. يعني المشاهدين الجزائريين والمشاهدين المغاربه ولاو بحال. هو بطبيعه الحال الدارعه ديالو هنايا اشنو كيقول لك؟ تيقول لك الا هضرتي معاه ولا انتقدتيه كمغربي لماذا تقول هذا في المغرب، غادي يقول لك شنو؟ غادي يقول لك هذه راه حريه وراني حر في التعبير ديالي وفي التفكير ديالي ونقدر نقول انا اللي بغيت وكذا وهذا. وبالعكس تيواجه حتى المغاربه، وكاينين المغاربه اللي كيقمعوهم وكيحرجوهم وتيقول لهم في وجههم وما تيحشمش ما حتى شي حاجه. علاش؟ لانه متاكد ان المغربي غادي يتابعو، وكذلك متاكد ان الجزائري غادي يتابعو. فالفيلم كله ربح مادي. هو ماشي مغربي ولا اكثر مغربيه من المغاربه اللي كيحبوا بلادهم، وهو ماشي اكثر من الجزائريين اللي عندهم النيف. ما عندوش النيف هو اكثر من الجزائريين اللي كيدافعوا على بلادهم رغم السياسه ديالها العسكريه. المؤثرين المغاربه اللي كيطلعوا مع اسعد شرعي. اسعد شرعي طلع معاه الصنايبي، الدكتور الصنايبي طلع معاه منار سليمي، طلع معاه عبد الفتاح نعوم. هادو ناس اللي هما تيهضروا ديما في الاذاعات الدوليه، وكذلك عندهم تدخلات وعندهم فيديوهات اللي هي مهمه في القضيه الوطنيه، وكيهضروا على كل ما هو تاريخ وكذا، وكيدافعوا بشراسه عن المغرب. لكن هما بالنسبه لي انا ارتكبوا خطا كبير. لكن فمثلا الصنايبي، الدكتور الصنايبي لما اراد تفجير هذيك القضيه ديال ام حسن وبعد ذلك ابو حسن، فكنظن انا الدكتور الصنايبي يعني ما مشاش هو بانانيه يعني غادي يفجرها في القناه ديالو ولا شي حاجه. يعني مشى هو لواحد القناه اللي هي كبيره اللي كيسميها مساحه، هو داك اسعد الشرعي، يعني يحاول يفجرها تما. علاش؟ لانه هو ما راعاش بانانيه يعني انا غادي نستافد كذا، على عكس اسعد الشرعي اللي هو كان كيفكر بان هذه همزه وغادي تجيب ليا
مشاهدات كبيره وغادي نتفجروها عندنا وهذا. يعني هنايا ما كاينش اللوم زعما على الدكتور الصنايبي ولا شي واحد يبقى يقول لا علاش طلع معاه، ولا سواء هو ولا منار سليمي ولا الدكتور ناعو. وكذلك بعض المؤثرين، واحد اللايف واحد مباشر مؤخرا شفت نرجس كريغلاتي مع نبيل هرباز مع وطلع معاهم اسعد شراعي. هاد المؤثرين هادو بحال نرجس كريغلاتي ونبيل هرباز، انا شفت في ذاك اللايف اللي طلع معاهم اسعد شراعي، نرجس كريغلاتي هضرات يعني هي انتقدت بشده واجهت اسعد شراعي وهضرت معاه بالقاصح، عطات له القاصح. كذلك نبيل هرباز اللي هو تنعرفو انا مزيان انه صديق ديال الطفوله ديالي وتنعرفو ملي كنا صغار في الخميسات. كذلك كان متحفظ لانه كنعرفو شخصيا، يعني ملي كيتكلم حتى في الفيديوهات ديالو هو من اشرس الناس اللي هما كيواجهوا الجزائر. يعني حتى الطريقه ديال الكلام ديالو انا كنعرف نبيل راه بحال خويا، راه كنعرفو كيفاش كيرياجي وهذا. نبيل هرباز كان متحفظ جدا. وكذلك ابراهيم الغوتي ملي اسعد الشرعي مشى للمغرب كان بحال كيوجه له واحد الرساله، كيهضر معاه وكذا وهذا، تيقول له مرحبا ولكن تبت في بلاصتك. يعني ابراهيم الغوتي يعني بالتجربه ديالو بهذا وبالسن ديالو بهذا تبارك الله راه كيعطي شي حوايج اللي هما هذا، ولكن الرساله ديالو الا شفتيه كيفاش كان كيتعامل مع اسعد الشرعي، يعني بحال قلتي قزمو قدامه، ماشي يقزمو، نقدروا نقولوا بانه تيقول له جلس ترونكيل، ماشي هذا سميتو مرحبا بك المغرب مرحبا حنا كنرحبوا، ولكن تكالما ما تفنفنش معنا الله يجازيك بخير، حنا راه قادين بكل شيء وهذا، بغيتي تجي مرحبا بك. لو موان لو بلوس راه احسن من لو موان، ولكن هذا لو بلوس هذا الا كان كذا نقدروا نردوه موان. كذلك كاين واحد الاخوه اللي هما كيهاجموه. بالنسبه لي كاين واحد الفئه اللي هي كبيره بحال دابا يونس لاين مغربي، من حقه ينتقدوا ما باغيهش، ولكن نتوما في المثل يونس لاين ملي كندخل انا للمنصه ديالو كندخل القناه ديالو كنلقى الناس كتسبو وكتقول له بانه انت يا راه جاتك الغيره ولا هذا. انا ما كنظنش يونس لاين مع داك الطينه. كاينين الناس اللي هما كيواجهوا تيهاجموا اسعد الشرعي على ود المتابعات، يعني كتجيهم غيره علاش هو يمشي هنا يعني ربح مادي. يعني انا كنعتبرك انت راك بحالو الا كنتي كتفكر بهذا المنطق هذا. يعني كيبقى استثناء ديال يونس لاين، انا ما كنشوفوش هو كيهاجم اسعد الشرعي بهذا سميتو اخوان اخرين ما تنعرفهمش. ونقول لكم واحد القضيه، اي مؤثر مغربي راه ماشي مكلخ. راه سعيد ابرنوس راه ماشي مكلخ، راه طلع مع اسعد الشرعي راه ماشي مكلخ. الصنايبي راه ماشي مكلخ. انا دوك راه صراو واعيين وعارفين شنو كيديروا. يعني ما غاديش يجي واحد هذا سميتو، ربما هما وقع لهم داكشي وكذا ولكن خداو درس في هذيك المسائل، ولكن هما غادي يكملوا. علاش؟ ولكن ما تعاتبوهمش. يعني هذه المسائل هذه خصكم تفهموها. هذه القضيه هذه واحد تيهضر على المغرب مرحبا، نهار اللي غادي طن هذا راه اسعد الشرعي دابا واقع في موقف حرج معكم، رغم انه يكتا مؤخرا خرج اسعد الشرعي وقال بانه انا راه ما فاهمش كيفاش المغرب غادي يصنع السيارات، وشكك في القدرات ديال المغرب على انه غادي يصنع السيارات. هذه القضيه هذه غادي نشوفوها حنا من زاويه اخرى. يعني كان تهجم عنده من واحد الجهه سانداته وبغات تبعد داكشي وما دارش واحد الوقف عند داكشي اللي قال، وحاولت تغاضى عنده يعني موازاه مع ما يعني ما يقوله وما اعطاه زعما في لايفاته كمسانده للمغرب. ولكن هنا غادي نحطوا حنا واحد المثال، لو كان جزائري هو اللي خرج وقال هذاك التشكيك وقالوا بديك الطريقه مستهزئا وكذا، راه كلشي غادي يهجم عليها الاخوان. فلماذا لا؟ فعلاش كان هذا الانشقاق؟ غادي تكونوا متحدين المغاربه وكان الجزائري هو اللي خرج. مثلا مؤثر جزائري معروف خرج وقال داك الشيء، راه غادي يتحدوا المغاربه وكاملين غتهجموا عليه. لكن من قالها اسعد الشرعي فانتم تفرقتوا. دابا هنا المشكل. فهاد القضيه هذه خصكم تعرفوها الاخوان، راه هاد المساله هذه لا نقاش فيها. انت خرجتي درتي غلط خصك تعترف بالغلطه ديالك، واخيب حاجه هي شي واحد تخليه ما كيعترفش بالغلط ديالو وكتزيد وكذا من هنا، هو كيزيد اوتوماتيكمون كيتمادى في التعالي ديالو. وهذا اكبر خطا اللي كيرتكبوه المغاربه مع هذا اسعد الشرعي هذا. هذا اسعد الشرعي هذا انا ما كنكليه حتى شي كره، وحتى انا ما كنبغيهش كما كيفكر بالنسبه للمغرب وبالنسبه للمغرب وكيقارنا حنا مع الجزائر. يعني ما تيبغيناش حنايا او ميم طون ما تيكرهش الجزائر. كذلك انا
اسعد الشرعي انا ما كنبغيكش او ميم طون، ولكن انا من الناس اللي هي فضوليه والناس متابعه الشان نقدر نتابعك وكذا هنايا، نشوف شنو كتقول باش نكون انا على علم بشنو هذا بشنو داير وكذا. ولكن انت المسار ديالك كامل اشنو كدير فيه؟ كتنقل من مرحله لمرحله لكسب المشاهدات، وفين ما في المخزون ديالك كتضرب جهه على حساب جهه اخرى. هذا هو المشكل اللي كاين. وللاسف عندك مساندين وعندك الناس اللي هي هذا، ولكن حنايا كاملين حنا مغاربه خصكم تعرفوا واحد القضيه، يعني بنادم يخدم بعقله. مساله اخرى هو ان ملي كيتكلموا مع بعض المرات واحد المغاربه يعني هو وصل في الثقه بالنفس ديالو لواحد التعالي، ولا كيقمع حتى المغاربه. كتلقى ناس اللي هي ربما ما كتبانش غير الاوديو ديالها غير الصوت ديالها اللي كيطلع، ولكن هاد الناس هادو كيتقمعوا ما كيخلوش ما كيعطيوش فرصه وكيزرب عليهم. وهذا واخا هو الاخر كيعطي له انتقاد وكذا من هنا، ولكن هو كيدوزو من هنا الطريقه باش كيهضر بتعالي. يعني انت جيتي بحال جيتي شي واحد للدار ديالك وحطيتي ليه اللي عندك وبدا كياكل كيقول تا سالا وكذا، تيقول لك ماكله عيانه وكذا. هذا سا سفي با هاد القضيه هذه. فهو الاخوان اسعد الشرعي كما مشى دقه 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 حتى وصل لهذا النيفو هذا اللي استحوذ على العقول ديال بعض المغاربه، فكذلك غادي يبقى دقه 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 دقه، وغادي يتسالى المخزون ديالو اللي فيه المراوغات وكيفاش هو كيخدم الصالح ديالو ويدخل الدراهم كما قالوا الجزائريه. وهاد المساله هذه مساله وقت، وكتوقف عليكم نتوما وعلى حسب المعرفه ديالكم والعقل ديالكم كيفاش كتفكروا. تحياتي للجميع والسلام عليكم.